من خلال منبر سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه نعطيكم هذه البرامج الطبية، البرامج الوقائية، وهي علاج التهابات الحنجرة وعلاج التهاب بحة الصوت، وهي علاجات بيتية، وخصوصا في هذه الأيام الكل يحتاج إلى هذه العلاجات، علاج بحة الصوت، علاج التهاب الحنجرة. وهذه العلاجات إن شاء الله هي علاجات بيتية وعلاجات جدا بسيطة بإمكان الفرد أن يستخدمها في البيوت، وما أحوج إليها الخطباء والرواديد الملايات، كل يحتاجون هذه الوصفة بما هي وصفة بيتية. الوصفة الأولى وهي تستخدم صباحا، الوصفة الأولى تستخدم صباحا. أنا أعطيكم 3 أو 4 طرق علاجية طبية، وأنتم اعملوا بما هو المتيسر لديكم. والعمل الأول صباحا تناول الزنجبيل المطحون مع العسل، تناول الزنجبيل المطحون مع العسل صباحا. وقبل الذهاب لقراءة المجلس مساء، قبل الذهاب بنصف ساعة بساعة، عليكم باستخدام اليانسون مع العسل. ونظامه وطريقة الاستخدام كما تعمل بريق الشاي، نفس العملية، لا تحتاج إلى تكلفة، جدا عملية بسيطة بيتية. قبل الذهاب إلى المجلس، قبل الذهاب لمجالس التعزية، بنصف ساعة تستخدم شراب كوب من اليانسون والعسل. هذه الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة وهي الطريقة أيضا نافعة، وهي كوب من الماء الدافئ وتضع فيه ملعقة شاي من الملح الخشن، وتعمل الغرغرة. وإذا تعمل هذا العمل ليلا يعني قبل النوم يكون جيد جدا. هذه الأشياء اللي ذكرتها لك مع تناول الشاي. أيضا مع تناول الشاي أن تضع النعناع الجاف اليابس المطحون، تضعه مع الشاي. هذا يساعد بإزالة التهابات الحنجرة، وأيضا يساعد ويعالج بحة الصوت. هاي الطريقة جدا بسيطة وسهلة، كل يوم الإنسان يستخدم هذه الطريقة حتى